سمك اسمه شفش وسمك اسمه حبر والسلطعون، والفرق ما بين بوري المزارع وبوري البحر والطبارة. وهوري لكم شكل اللوت والقاروص. الاول كده هنبدأ بذكر الله وصلاة على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وبص الاول على العرض وجماله كده، بص 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 تعالى شوف 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 السمك لسه طازة وحاجة حلوة قوي. معايا الدنيس بقى، ده اللي بيتعمل زيت وليمون وبيتعمل رده مقفول او زيت وليمون محشي او رده محشي، وبيبقى جميل جدا في المقلي. الدنيس النهارده الكيلو ب 320 جنيه. اما بقى بوري البحر اللي هو ده، بص على شكله كده عشان هنشوف بوري المزارع دلوقتي. وده الكيلو برضه ب 220 جنيه تقريبا، وبيتعمل رده مقفول زيت وليمون مقفول، وبيتعمل سنجاري على الفحم وسنجاري في السيلفر. طبعا لو عايزينه رده محشي او زيت وليمون محشي مفيش مشكله. خش بقى على القاروص، بص على شكله كده هو طازه. ده ملك بقى السنجارة برضه، ملك الزيت وليمون، ملك الرده من الملح ايطالي او المدفون في الملح، وجنب منه السجان. ونخش بقى على سمك الشفش اللي هو ده، بيتعمل مقلي برضه وبيتعمل سنجاري وبيتعمل زيت وليمون. طبعا مش عارف الاسم ده عندكم بتسموه ايه، ولكن هو اسمه شفش هنا. تعالى بقى على سمك اللوت، وده الفرق ما بين اللوت والقاروص. بص الاتنين جنب بعض اهو، شايف راس القاروص مديه على سمار، اما اللوت شايف الحجم وشايف المنظر، اللون واحد تقريبا، في فرق شاسع ما بين دي وما بين دي. نروح بقى على بوري المزارع. ده البوري بقى مش طباره، الطباره هوريها لك اهو. بص بص تعالى اهي الطباره اهي، بوزها رفيع برضو مدي على سمار شويه، جنب منها البلطي. شايف المنظر اهو. تعالى تعالى اوري لك حاجه، ده المرجان، وجنب منه بقى الله يا سلام على الجمال وعلى المنظر. البربوني يا جماعه المقلي عملنا له برضه فيديو موجود على القناه او على الصفحه، والمرجان نفس الطريقه. وده بقى سمك الحبر، ممتاز جدا في المقلي وممتاز جدا في المشوي رده. وده بقى سمك الحريد، بص بص على المنظر. طبعا الحريد اللي احنا قدمنا له الفيديو بتاع السمك الناشف بقى هنتكلم عنه ان شاء الله في الايام القادمه. وبص على العرض بقى هتلاقي فيه كل حاجه انت عايزها، من سيبيا، كاليماري، سمك طماطم اهو، دي الطماطم طبعا. وخش بقى هتلاقي الناجل والكشر والهامور. وده الرباج اللي هو شبه الدنيس بالظبط، ولكن في فرق ما بين ده وما بين ده. الرباج ده اقل شويه شبه الدنيس. هتلاقي بقى فوق كل حاجه الكحايه او سمك الكحايه يعني. وهتلاقي برضو معطيه، هتلاقي برضو قلنا الحريد ده بيتعمل مقلي، وابو شراره الاحمر ده اهو، والبهار والموسى بقى المقليه والمشويه بالزبده كده. بص بص على المنظر. تعالى اوري لك بقى الجمبريات. وده السلطعون اهوت او الكابوريا الحجاري، زي العسل ديت بقى يا جماعه في المشوي، وتتعمل مسلوقه زي العسل، تاكل احلى. بص على المنظر سبحان الله. يبقى كل حاجه موجوده. عرفنا الفرق ما بين بوري البحر وبوري المزارع. شايف عملنا لها فيديوهات قبل كده، خلي بالكم موجوده برضه على الصفحه والقناه. تمام، دي نتي خلي بالكم. عرفنا الفرق ما بين اللوت والقاروص وبوري المزارع وبوري البحر والطباره. وعند الجمبري البلدي والجمبري المجمد، وكل حاجه ولها سعر. وده السلطعون اهوت. وهنا بقى الشعور الحر والناجر والكشر والهامور. وهنا سمكه الفارس، كل حاجه موجوده. وهنا بقى الفرخ توين مع الهامور مع المحسنه. الله 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 الله، اللهم صل على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. كل حاجه موجوده، وكل حاجه لسه ما صورناهاش، هنعمل لها فيديوهات وهنقدم طريقه كل سمكه هنا في البحر الاحمر والبحر المتوسط وجميع الاسماك بقى بتاعتنا. يا جماعه انتظرونا ان شاء الله في الايام القادمه، هنقدم كل جديد ليكم. اخوكم وحبيبكم في الله الشيخ رضا شعبان فوده. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.